السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ هانيه كلشي مزيان؟ مبروك عواشركم، الله يدخلوا علينا وعليكم باش ما تمنيتو. اليوم كما كتشوفوا هنا مع التحضيرات ديال رمضان ان شاء الله. صيبت هاد العصير اللي غيعجبكم. لا جربتوه بواحد جوج ديال المكونات، جوج حبات ديال البرتقال وحبه ديال الحامض او الليمون. المهم كلما عندي ديما انا كلما عندي الليمون والحامض ديما كنديرهم في الفريكو تا كنحتاجهم كنجبدهم كنلقاهم واجدين عندي. ديما عندي تبارك الله هاد العصير معتمد عندي. ايوا تنديرهم في الفريكو، المهم اقل حاجه يكونوا مدوزين واحد الليله تما. نتوما كما كتشوفوا راه قاصح. المهم تقدروا تخليوه يطرفوه. المهم هي خلاص في الاول كتهزوا الحامض وسميتو كديروا واحد الحليفه نقيه وحكو مزيان الليمون ديالكم والحامض حكو مزيان وصلوا وديروا في الفريكو. نديرو في الفريكو وخليوه. المهم اقل حاجه واحد النهار بعدا. ايوا صافي ملي كتجبدوه كتلقاوه جامد جامد جامد، ضروري خصو يكون جامد باش هذيك القشره ديالو حتى هي تولي طريه وتولي مزيانه في العصير ونقدروا نستعملوها. وها نتوما كما كتشوفوا صافي كتخليه كيتطلق شويه وكتهزو كتقطعوا طريفات صغارين. المهم هانتوما كما كتشوفوا معايا عندي الموس عندي الكراطه. من الاحسن البنات، واخا في الصراحه انا براسي ما عنديش، من الاحسن البنات يدير جوج ديال الكراطات، وحده خاصه بالخضر القزبور وبسميتو، وحده ديال الفواكه باش نيت بنادم يتفادى ديك القضيه ديال تلصقيه شي ريحه في شي حاجه. المهم ويبقى لكم المذاق ديال العصير ديالكم اصلي. هذا هو اللي تيبان ليا باش ما تلصقش شي ريحه ديال البصله ولا شي لعبه. المهم كتغسلوها مزيان مزيان. وها نتوما كما كتشوفوا كنقطع طريفات صغار، نتوما كتشوفوا مع الثلج راه كله جامد. المهم من هاد سميتو خصنا نقلبوا، الا كان شي عظام ولا شي حاجه انا راني تنقلب. راه ما كاينش العظومه بالنسبه لليمون، راه ما لقيت حتى شي عظام. صافي وهنا تنقطع طريفات صغار كما كتشوفوا شويه بشويه. تنقطع طريفات ديال الليمون وديال الحامض. وهنا غنهزو الحبه ديال الحامض ديالنا حتى هي كنقسموها نفس الشيء، وتنبقاو نقطعو وتنرققو باش يلا الا كاين شي عظم نحيدوه. راه الا كان العظم البنات في وسط الحامض ولا الليمون راه غيمرر لكم العصير. حاولوا حاولوا ما امكن. انا راه مازال سميتو الليمون راه ما لقيتش فيه حتى شي عظم كل مره وشنو، ولكن الحامض راه لقيت فيه بعدا شي وحدين راه حيدتهم. ايوا كنحيدو هذوك القنيتات ديال الليمون وديال الحامض. صافي وطريفات صغار نتوما كما كتشوفوا. صافي وحنا كنكونوا كملنا تقطاع ديال الليمون ديالنا والحامض. وهنا كنمشيو للمكون الثالث اللي هو نص كيلو ديال السنيده او السكر الخشن. ولكن انا ما المهم كل واحد وقياسه في الحلاوه. انا ما تعجبنيش السكر بزاف. هانتوما كما كتشوفوا راني درت 400 غرام، واخا جاتني كثيره راه اغلبيه كندير 300 غرام 250. صافي 400 غرام وتنديرها وكنخلطها مع هاد المكعبات هادو ديال الفاكهه. صافي وتنبقى نهز شويه. وهانتوما كما كتشوفوا راه عندي هادوك غنجيب واحد جوج قراعي ديال الماء. المهم راه كيخرج 3 لتر ونص ديال العصير. المهم انا راه عندي جوج قراعي، كل قرعه فيها لتر ونص لتر ونص ولتر ونص، يعني راه 3 لتر. صافي هانتوما كما كتشوفوا كنبدا نحرك السكر. المهم نحاول ما امكن ندير بسباتيلا احسن باش يلا هذاك الفواكه تلبس بسميتو بالسكر. صافي وتنبقى نهز من هذاك. المهم كنجيب واحد الاناء يكون كبير، ضروري يكون كبير، وشي مصفات، ومن الاحسن تكون كبيره المصفات. وهنا تناخذ شويه شويه من هذاك المكعبات ديال الليمون وديال الحامض. وهانتوما كتشوفوها القرعه الاولى والقرعه الثانيه، ولكن في الاخير كتخرج ليا 3 لتر ونص.
يعني راه تبارك الله راه كميه وفيره. وهانتوما غنبدا نطحن شويه بشويه ونصفي شويه بشويه، وهانتوما معايا حتى الاخير نوريكم النتيجه النهائيه. وهذا هو. ودابا هانتوما كما كتشوفوا راه كل سميتو الزيته كنطحن مزيان مزيان مزيان، واخا بالقشور، واخا ما تخافوش منه زعما لا يكون مر ولا حامض ولا شي حاجه، ما تخافوش منه. المهم طحنوا مزيان مزيان. وتا هذوك البقايا اللي كيبقاو لكم ما تلوحوهمش. هانتوما تشوفوا في الاخر شنو غندير ليهم. تنجمعهم كل مره صفيت راه كنطرفهم في واحد الاناء اخر، وتنبدا نجمع حتى وكنطحن الكميه كلها، وغنوريكم الكميه المحصله عليها. ودابا عندي هذوك البقايا اللي بقاو ديال سميتو راه تنهزهم حتى هما وكنردهم للموليليكس، وكنزيد عليهم الماء اللي بقى وصافي. تنصفيهم دابا راني كنصفيهم، واخا راه بان ليا عامره الصفايه، راه في الاخير غنزيد نصفي مره اخرى. ومع ذلك هذوك البقايا اللي كيشيطوا ليا راه كنديرهم في كيس بلاستيكي وكنديرهم في الفريكو. ان شاء الله شي نهار تكون باغي تصيب العصير راه كتخلطهم مع شي طريفات ديال الفواكه ولا شي حاجه، كيجي عصير زوين. انا ما كنضيعهمش، ديما ديما تنخبعهم وتيجي زعما عادي، ماشي ناقص ولا خاصه شي حاجه ولا ماشي مركز بحال هذا. المهم تنصفيهم وتنخليهم في واحد كيس بلاستيكي اللي فريكو، تطحنهم بوحدهم ولا طحن ديرهم مع سميتو مع شي فواكه اخرين. هانتوما كما كتشوفوا انا صفيتو للمره الثانيه صافي. ودابا غنعمر القنينات ديالي وتشوفوا الكميه المحصله عليها. وتيكون خاتر واللون ديالو رائع. هانتوما كما كتشوفوا لون صفار، بعض المرات كيجي احمر. المهم راه من بعد لا بغيتو ملي تكونوا موجدينو تقدروا ديروا معاه طريف ديال المونك تيجي زوين، طريفات ديال الفريز تقدروا تحطوا عادي بحال هكا. اغلبيه انا كنستعملوا عادي هكا. طريف ديال البنان تقدروا ديروا سميتو، تقدروا ديروا مع اي فاكهه تجي مع الليمون. ايوا هذا مكان. هانتوما كتشوفوا عمرت القرعه الاولى، انا غنعمر القرعه الثانيه، عاد راه 2 قراعي ومازال شايط تقريبا واحد نص لترو. ايوا صافي. هانتوما غتشوفوا القوام ديالو كيف داير. راه تيكون متقل زعما، راه ماشي جاري بزاف ولا تيجي مر ولا شي حاجه. صافي دابا هانتوما كتشوفوا النتيجه النهائيه، النتيجه المحصل عليها. تنتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، والله يدخل علينا وعليكم رمضان بالصحه والسلامه والهنا وباش ما تمنيتو ان شاء الله. يا ربي يا ربي.